السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناه كويزين اسماء. اليوم غنشارك معكم واحد الحلوه كتجي زوينه ومقرمشه ولذيذه. نخليكم مع المكونات. عندي في واحد القصريه كندير 3 البيضات وكاس مع مرشن ديال سنيده، حيت بينا نديرو لها الشوكولات ما خاصهاش تكون حلوه بزاف. وكندير واحد ساشي ديال الفاني وشويه ديال الملحه. كنضيف ديك الساشيه ديال الفاني وكنمزجو المكونات مزيان بيدينا، وكنضيف كاس ديال الزيت. كنحركو وكنضيف الزنجلان والنافع مخلط مع حبة حلاوة، تقريبا 2 معالق ديال الزنجلان ومعلقة ديال النافع مخلطة مع حبة حلاوة. كنحركو مزيان وكنبدا نضيف في الدقيق. كنضيف 2 كيسان الاولين وكنضيف 2 خمارات. كنحرك مزيان وكنضيف الكاس الثالث. وكنضيف الكاس الرابع ما كنكملوش، تقريبا كيبقى ليا شي معلقه تكون عامره مزيان. راكم كتشوفوا في الصوره. العجينه ديالها ما كتكونش قاصحه بزاف، كتكون رطبه شويه. صافي كنبداو نشكلوها. كنشدو كنشكلوها على شكل كرات كبار شويه، وكنبداو نشكلو على شكل حربل، يكونوا في قياس واحد باش يجيونا في قياس واحد. وكنجيب الجراره ديال البيتزا ولا القطعات البيتزا ولا شي حاجه، المهم وكنبدا نقطع يكون متساويين باش يجيو مزيانين في الشكل. وكندخلهم للفران يكون سخون من قبل، درجه حراره 160. كنخليهم يتحمروا مزيان من التحت وكنشعلوا عليهم من الفوق حتى كيتحمروا، كيولي اللون ديالهم ذهبي. بالنسبه ليا انا راه ذوبت الشوكولات وحمرت شويه ديال الكاوكاو طحنته ودرته في داك الشوكولات، وغادي نبدا نزينو على هذا الشكل هذا. المهم راه تزين على حسب الرغبه، كل واش بغى في التزيين. صدقوني هاد الحلوه راه كتجي لذيذه وزوينه وفي نفس الوقت راه سهله، ما فيهاش بزاف ديال المراحل. جربوها ما غتندموش. حتى في المكونات راه بساط. دابا راه كملتها في الشكل كما كتشوفوا، راه مقرمشه وطيبه مزيان. كنتمنىكم تجربوا هاد الحلوه وتردوا عليا في الكومونتيرات. ما تنساوش الاشتراك في القناه الى عجبكم المحتوى اللي كندير، وشكرا بزاف على المشاهده. الى فيديو قادم ان شاء الله.